مفيش حد يقدر ينكر وجود السحر والجن والشياطين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله. النهاردة موضوع الفيديو أقوى علامات تؤكد على وجود سحر في بيتك. أولا لازم نتفق على نقطتين. واحد، قوة تأثير السحر بتختلف من شخص لآخر حسب التزامه. يعني شخص ملتزم وعلاقته كويسة بربنا تأثير السحر عليه بيبقى ضعيف وأحيانا لا يذكر، وإذا كان له تأثير كبير عليه يبقى ابتلاء من ربنا، واحنا راضيين بابتلاءات ربنا وفاتحين ايدينا لكل الخير اللي بعته ربنا. ثانيا لازم ناخد بالاسباب، يعني تكون متأكد ان العلامات دي مفيش ليها سبب تاني غير سبب السحر. على سبيل المثال لو وجع في جسمك تكون زرت طبيب وعارف ان مش سببه المرض، يعني الألم مش سببه مرض طبي. بيت الإنسان مكانه الراحة والسكن، عشان كده ركز معايا على العلامات اللي جاية وشوفها عندك ولا مش عندك في بيتك يعني ولا لأ. أول علامة ظهور مفاجئ للحشرات بدون أسباب، وبدون أسباب دي يعني البيت نظيف ومفيش إهمال. الحشرات زي إيه؟ زي النمل، الصراصير، الفراش الأبيض، الدود. وهنا هنقول نقطتين. أولا إن النمل والدود دليل على وجود حسد، يعني لو مفيش غيرهم وظهروا فجأة وبدون أسباب دليل على وجود حسد، وطبعا لازم تعالجه. بس الصراصير والفراش الأبيض لما يتوجدوا بدون أسباب لازم تكون متأكد إن في سحر في البيت، وطبعا إن وجدت جميع الأنواع اللي أنا قلت عليها في نفس الوقت برضو دليل على وجود سحر. رقم 2، ظهور رائحة كريهة في البيت، وده طبعا يكون بدون سبب، يعني ما يكونش فيه طعام فاسد، حاجة مركونة بقالها كتير، حاجة ميتة، يكون بدون أسباب. والروائح بتكون شبه إيه؟ بتكون مثلا زي ريحة الدخان أو زي روائح نتنة. تدخل البيت تلاقي الريحة دي، أو أماكن معينة في البيت هي اللي تلاقي فيها بس الريحة دي. وزي ما قلنا لازم تكون واخد بالأسباب الأول، وتكون عارف إن مفيش أسباب للروائح دي. رقم 4، كراهية البيت والإحساس بالخنقة فيه طول الوقت. وسبحان الله لما تخرج من البيت تحس قد إيه بالراحة النفسية، وتحس إنك كأنك طاير ونفسيتك هادية، تفضل طول اليوم ما انتش عايز تدخل بيتك أبدا. ويقال إن ده اسمه سحر التطفيش، تطفيشك من بيتك يعني. رقم 4، التعطيلات بأنواعها. الفقر، النحس، العكوسات، الفشل، فشل في أمور حياتية وبدون تقصير منك. تعطيلات في الزواج والشغل بدون أسباب ظاهرة، يعني تكون عامل اللي عليك وبدون أسباب يكون في تعطيلات. رقم 5، التخيلات. تكون واقف في مكان معين وتلاقي حد عدى بسرعة، أو تسمع حد بينادي اسمك، وطبعا ما بيكونش في حد معاك في البيت عشان تتخيل إن حد نادى عليك. رقم 7، كثرة المشاكل والعراك بين أفراد البيت، وأحيانا تبقى الأسباب تافهة قوي، يعني أسباب ما يستاهلش إن يتعمل عليها مشاكل. حاجة صغيرة تبص تلاقيها كبرت في المشكلة لدرجة إن الواحد يبقى عايز يسيب الدنيا كلها ويمشي، وتيجي تحكي الموضوع لحد يقولك قد إيه إن الموضوع تافه مش مستاهل. رقم 8، كثرة المنامات المفزعة. وطبعا جوه المنام بيبقى فيه علامات بتدل على وجود سحر، زي رؤية الكلاب السوداء، الثعابين السوداء، القطط السوداء والأشباح. رقم 9، الشخص المسحور بيبقى له علامات قوية ودلائل على وجود سحر ليه. أول حاجة واللي هي سرعة الغضب، وتلاقي ساعة الغضب كأن عينيه بتلمع أو منورة. رقم 2، ألم أسفل الظهر بدون سبب طبي. 3، الاندفاع ساعة الغضب لأتفه الأسباب، بتكون مش عارف تسيطر على مشاعرك وقتها، عايز توقف بس مش قادر. غضب شديد جواك بس انت حاسس ان مفيش سبب ليه، وان الامر مش مستاهل، لكنك مش قادر توقف ده. النقطة اللي بعد كده، روائح الفم الكريهة وخروج روائح من الجسم كريهة برغم الاهتمام بالنظافة الشخصية، وده طبعا بيبقى بسبب سحر مأكول أو مشروب. العرض اللي بعد كده وده خاص بالنساء، مشاكل في الرحم والتهابات طول الوقت، وأنصحك في النقطة دي بإنك تستوري عوراتك وجسمك قبل النوم. النقطة الأخيرة ودي الشعور بالحرقان في القدمين بدون أسباب طبية، وإن حرقان القدمين ده بيبقى في البيت بس، يعني بره رجليك بتبقى تمام. وطبعا لازم تكون فاهم إن زيارة الطبيب مهمة في الأول. لما الطبيب يقول إن مفيش أي مشاكل هتبقى متأكد إن السحر في بيتك، وزي ما قلنا في الأول هتاخد بالأسباب في كل حاجة أنا قلتها، تكون متأكد إن السبب مش من عندك. ودلوقتي جه وقت العلاج. أول حاجة لازم تستعين بالله وتكون متأكد إن كيد الشيطان كان ضعيفا، يعني ما يقدرش يعمل لك حاجة من غير قدرة ربنا. تاني نقطة في العلاج، قراءة سورة البقرة والاستماع ليها بصورة يومية، وعن تجربة اتخلصت من جميع الأسحار بسببها، حماية ليك ولبيتك ولولادك، ومفيش حد يقدر عليها ولا شياطين ولا سحرة.
تالت نقطة قراءة آية الكرسي على ماء، تشرب منها وترشها في أرجاء البيت ما عدا المطبخ والحمام. الحمام معروف إن أنت مش هينفع ترش فيه مية بقرآن، والمطبخ عشان الدخول والخروج ليه كتير، وممكن ترش ببخاخ على الجدران في أركان البيت يعني. آخر نقطة وهي التزامك بالصلاة والتزامك بعلاقتك بربنا. حصن نفسك وولادك، علمهم إن قربك وقربهم من ربنا هو اللي بيحميهم، خليهم يحفظوا الأذكار ويلتزموا بالصلاة. ده كان فيديو النهاردة، جمعت لكم كل النقط في فيديو قصير فيه الفائدة بإذن الله. ربنا يشفينا ويشفيكم من جميع الأسحار، ويبعد عننا شياطين الجن والإنس. فضلا وليس أمرا، ادعمونا باشتراككم في القناة وتفعيل الجرس، وقولوا لي رأيكم وتجاربكم في التعليقات. في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.